الفل والهنا عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب تكون دايما بخير. جمعة مباركة عليكم ان شاء الله وعلى بيوتكم وعيلتكم وكل الدنيا ان شاء الله يا حبايبي. هنعمل مع بعض النهارده رنجة. طبعا انتوا شايفين مش محتاجة اتكلم عن الحلاوة يعني. يلا نبدأ مع بعض. بصوا الحركة دي بقى فظيعة قوي، بتخلي طعم الرنجة حلو جدا. لازم تحطيها على النار كده تلاقيها كده فكت من بعضها وخدت وش وريحة وطعم ولون حلو قوي. هتعجبكم جدا. بعد كده بتفصص كمان بسهولة قوي. يعني لما بتعملوا الحركة دي بتتفصص بسهولة جدا معاكم، غير لما تكون طالعة من التلاجة او مجمدة في بعضها. تلاقي كده القشرة فكت اهو. بصوا شايفين القشرة فكت ازاي من واحدة فيهم؟ وكلهم تعمليهم كده عادي، وحتى لو ما تعملوش بتلاقي القشرة فكت بسهولة. اهو هنا كنت بقشر قدامكم. طبعا مش واخدة راحتي قوي يعني عشان قدام الكاميرا، لكن انا طبعا يعني بوريكم بس انا بفصص ازاي وبعد كده ايه بشتغل انا. تخرجي طبعا اللي في القلب جوه دوت وتطلعي الحاجات السوداء اللي جوه دي. تنضفي القشرة، تنضفي الشوك، طلعي البطارخ طبعا لوحدها في طبق كده اهو زي ما انا بوريكي. بصراحة انا من عشاق الرنجة يا جماعة، بعشقها عشق السنين، واكيد ناس كتير جدا زيي. اهو انا بحاول اوريكم ان انا بطلعها ازاي. طبعا تقعدي بعد ما ممكن بعد ما تفصصيها كلها خالص اهو. هنا بصي القشرة بتتشال بكل سهولة ازاي. بصوا متاخدش وقت خالص، وبعدين التشويحة بتاعتها على النار دي بتدي ريحة حلوة قوي وطعم حلو قوي، احلى ما بتبقى نية بكتير. طبعا بنحط صينية على النار وبنحطها عليها عشان ما نزفرش البوتاجاز. دي الطحينة، حطيت طحينة وبعدين حطيت خل، بقلبهم كده مع بعض وبعدين انزل بالمية عشان افككهم. طبعا اكيد كلكم عارفين الخطوة دي. بنزل بمية وافككها. الطحينة لما بتتعمل بالطريقة دي وتضاف عليها الرنجة بتبقى حلوة جدا. جربوها بالطريقة دي هتعجبكم قوي قوي. في ناس بتحط الطحينة على طول على الرنجة والخل والليمون، لا الطريقة دي احلى 100 مرة. ده الليمون طبعا كتري ليمون ما تستخسريش، الليمون حلو ورخيص ب10 جنيه الكيلو. الحمد لله ان في حاجة ب10 جنيه. فيعني بصي كتري ليمون اوعي تستخسري، الرنجة بتحب الليمون. ايوه قلب قلب. والزيت طبعا برضو كتري، مش مهم الدهون تزعل اليوم ده مش مهم، المهم تدلعي كرشك وتدلعي البيت كله. ايوه. يا سلام بقى، يعني رنجة ويوم الجمعة كده وجنبيها شوية بطاطس محمرين، حاجة كده فاخر من الاخر. اهو نزلت بالرنجة وقلب قلب. طبعا انتوا فاكرين ان دي اخر شوية زيت هحطها؟ لا طبعا ده لسه في زيت هيتحط تاني. لازم نلمعها. هي حلاوتها كده الطماطم. طبعا في ناس مش بتحب الطماطم ما تحطيش، ممكن تحطي فلفل وبصل بس. في ناس ما بتحبش البصل. انا عندي اختي كده كل ما نتجمع وناكل رنجة تقولك بصل لا، فبنعمل لها لوحدها هي بطماطم وفلفل بس. في ناس ما بتحبش الفلفل الحراق، حطي رومي. يعني انا حاطه رومي اهو عشان عيالي، وبعدين هحطه قدامكم بقى على الوش فلفل حراق لينا احنا. انا بغرق فلفل حراق وشطه وكل حاجه. اهو ده اول طبق. وبصوا بترمي كتير جدا، يعني 3 رنجات بصوا هيرمي قد ايه. وكان في لسه فايض حبه في الطبق شايلاهم على جنب، لان لو احتاجناهم هنحطهم. يعني انتوا شايفين قد ايه ما شاء الله من كيلو رنجه. وعايزه اقول لكم ده ب7 جنيه طحينه يعني. بيغرق البيت كله بصراحه. يعني 3 رنجات مع الطحينة دي، البيت كله بيبقى مليان رنجة يعني. وقعدوا كله طول النهار. والساعة 12 بالليل اوعي تنسي تجيبي الرنجة وتقعدي تضربي ولا يهمك. شايفين الزيت؟ مبحبش اكتر. انا ما بحبش اكتر زيت عشان برضو الدايت يا جماعة. الشطة بقى كتروا ما اقولكمش براحتكم. يا رب يكون الفيديو عجبكم ان شاء الله يا حبايب قلبي. اهو بصوا بقى الجمال والحلاوة والطعامة. بصوا بقى. طبعا دي برضو نوع تاني من الرنجة انا برضو بحبه جدا. احب احط ليمون كده عليها وزيت وشطة، يا سلام. واضربي اللي ما انتش غرمانة. حاجة كده فاخر من الاخر يا جماعة. بصوا بقى، ده انا هغيظكوا دلوقتي وهجيب لقمة وهاكل قدامكم. بصوا بقى. عشان أنا عارفة ان كل الناس بتعشق حاجة اسمها رنجة وفسيخ، بس انا سبحان الله ماليش في الفسيخ، بس الرنجة ده عشق. بصوا بقى، يا سلام يا سلام يا سلام على الدلع. اضربي يا حنون ولا يكون في بالك. ان شاء الله تشوفوني في فيديو جديد. بحبكم جدا.
بصوا هنا كنت بقول لكم فاخر من الاخر.